افضل 10 افلام مصريه في 2018، ودي من ضمن سلسله حلقات، يعني الحلقه اللي بعدها تبقى افضل 10 افلام مصريه في 2017 وهكذا. ونروح للمركز العاشر. فيلم بيكيا. قصته بتدور عن شخصية واحد اسمه مصطفى، باحث في أدوية الإيدز والسرطان. بتحاول إحدى المنظمات خطفه، فبيهرب وبيتظاهر إن هو عنده فقدان ذاكرة، وبيعيش في مقلب زبالة وخردة لحد ما يخلص البحث العلمي بتاعه. الحاجات الجميلة في الفيلم الأداء التمثيلي بتاع محمد رجب، عامل الدور بطريقة جميلة جدا صراحة، والريتم بتاعه كان حلو جدا، وفي كوميديا لا بأس بها. والبداية بتاعت الفيلم كانت موفقة وتقدمت بشكل حلو، وفي نفس الوقت النهاية برده كانت جميلة. فحقيقي فعلا الفيلم كبداية وكنهاية كان كويس جدا، وفي النص ما بينهم الريتم كان حلو جدا مش واقع. فصراحة هو فيلم كويس يستاهل المشاهدة. ونروح للمركز التاسع. فيلم الكويسين. قصته بتدور عن اتنين نصابين، واحد فيهم بيكتشف جوهرة ثمينة موجودة في منزل عائلة الكويسين، فبيقرر ينتحل شخص كان مفقود عندهم من زمان، بس بيواجه العديد من الصعوبات رغم نجاح الخطة في الأول. من أفضل الأفلام الكوميدية اللي نزلت الفترة الأخيرة. الفيلم صراحة على مستوى الكوميديا كان كويس جدا صراحة، ومن أول فيلم لآخر الفيلم ضحك، والريتم بتاعه جميل جدا، والأداء التمثيلي كان من أغلب الممثلين كويس جدا، بالأخص أحمد فتحي عمل الدور بطريقة جميلة جدا الصراحة. فحقيقة فيلم كويس يستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الثامن. فيلم ليلة هنا مسرور، واللي قصته بتحكي عن نصاب محترف بيرجع من إيطاليا عشان خاطر يسرق تمثال أثري، وبيقابل بنت وبيحبها وبيتجوزها، وبيقنعها إن هو شغال في المخابرات المصرية، وفي نفس الوقت بتطارده عصابة عشان خاطر تحصل على التمثال اللي معاه. هو فيلم من نوعية أفلام محمد إمام اللي هو الكوميديا والأكشن. فيلم على مستوى الأكشن كان كويس جدا صراحة، وعلى مستوى الكوميديا كان حلو جدا، فهو من أفضل الأفلام الكوميدية في الفترة الأخيرة برضه. الأداء التمثيلي بتاع محمد إمام كان جميل جدا في الفيلم. فيلم لايت خفيف يسهل المشاهدة، وأنت عندك وقت فاضي فهو يستحق الصراحة. ونروح للمركز السابع. فيلم سوق الجمعة، واللي قصته بتدور عن سوق الجمعة واللي بيحصل فيه، والمواقف اللي بتمر بيها الناس كل أسبوع في اليوم دوت. في نفس الوقت في واحد إرهابي بيوهم الناس إن هو تاجر أنتيكات عشان خاطر يخلي عند واحد من ضمن الموجودين في سوق الجمعة قنبلة بهدف تفجير السوق. الحاجات الجميلة في الفيلم القصة اللي اتقدمت كانت كويسة جدا صراحة، ومؤثرة وحزينة جدا، والنقل الواقع نقل سوق الجمعة بطريقة 10 على 10 فعلا. والاداء التمثيلي من اغلب الممثلين الموجودين في الفيلم كان جميل جدا. حتى الاغاني في الفيلم كانت كويسه، الاغنيه اللي اتعملت في النهايه كانت جميله جدا بتاعت محمد عدويه. فعلا الفيلم جميل جدا ويستاهل المشاهده. فيلم البدله، واللي بيحكي عن شخصيه اتنين فاشلين في حياتهم بيروحوا حفله تنكريه بزي ضباط، والجميع بيصدقهم وبيقعوا في مشاكل كتير. افضل الافلام الكوميديه اللي نزلت الفتره الاخيره، وفيلم حرفيا هي اقوى نقطه فيه هي الكوميديا. فيلم من اوله لاخره كوميديا الصراحه. الحاجات الجميله فيه الريتم بتاع الفيلم كان جميل جدا، مش هتحس معاه بدقيقه ملل، والكيمياء اللي بين تامر حسني واكرم حسني كانت جميله جدا، تحسهم بقالهم كتير بيمثلوا مع بعض. فحقيقه فيلم كوميدي ممتاز يستاهل تتفرج عليه. ونروح للمركز الخامس. فيلم عيار ناري، واللي قصته بتدور حول تصادم بيحصل بين المتظاهرين وقوات الامن، بينتج عنه ان في ناس كتير جدا بتموت، بس المشكله بتبدا لما جثه من ضمن الجثث بتروح للطب الشرعي، وبيقول ان سبب الوفاه كان طلق ناري بس من قريب مش من بعيد زي بقيه الجثث. القصه بتاعت الفيلم جميله جدا صراحه، واتقدمت بشكل حلو، والاداء التمثيلي حلو قوي، والنهايه بتاعت الفيلم كانت جميله جدا الصراحه. فحقيقي فعلا هو فيلم جميل جدا واستمتعت بيه قوي، ويستاهل انك تتفرج عليه. ونروح للمركز الرابع. فيلم طلق صناعي، واللي بيحكي عن زوجين بيتجهوا للسفارة الأمريكية الموجودة في القاهرة عشان خاطر مراته اللي حامل تولد جوه السفارة وابنهم ياخد الجنسية، ولكن الأمور ما تمشيش زي ما كانوا متوقعين، وبيحصل مشاكل كتير وبيتم ضرب نار كتير في المكان. البداية بتاعت الفيلم كانت جميلة جدا الصراحة وموفقة، وفي نفس الوقت النهاية بتاعته كانت حلوة جدا، والريتم ما بين البداية والنهاية كان جميل جدا وما فيهوش ملل. والأداء التمثيلي بتاع ماجد الكدواني كان حلو جدا وموفق في الدور ده، عامل الدور بطريقة صراحة 10 على 10. فحقيقي فعلا هو فيلم جميل ويستاهل المشاهدة. ونروح للمركز الثالث. فيلم اطلعوا لي بره، بتدور الاحداث في اطار كوميدي حول كتاب بيتكلم عن الشخصيات، واللي بيقرا الكتاب دوت الشخصيات اللي جواه بتطلع على ارض الواقع وبتاثر في قراراته وحياته. الحاجات اللي عجبتني بالفيلم الفكره بتاعته كانت جميله جدا صراحه، واتعملت بطريقه حلوه، والاداء التمثيلي كان حلو جدا من اغلب الممثلين. استمتعت بالفيلم جدا صراحه، وكانت عجباني جدا الفكره بتاعته، اتقدمت بشكل كويس جدا. فحقيقي فعلا هو فيلم حلو جدا ومن افضل الافلام اللي وصلت شفتها في الفتره الاخيره. فيلم يستاهل المشاهده ويستاهل المرتبه الثالثه عن جداره. ونروح للمركز الثاني. الفيلم الملحمي فيلم حرب كرموز. تعرف على الاغتصاب من الجنود الانجليز، وبيدافع عنها ثلاث شباب مصريين، ومنهم واحد بيموت، وبياخدوا الجندي الانجليزي وبيحجزوه في سجن كرموز، وبيتحرك الجيش الانجليزي ناحيه السجن لمحاصرته. من افضل الافلام اللي اتقدمت الفتره الاخيره كفيلم مصري. فيلم جميل جدا صراحه وممتع على كذا نقطه، كاخراج، كتصوير، كمشاهد. فتره الاربعينات والحقبه دي عملت بطريقه جميله جدا كديكور وكملابس. فحقيقي فعلا هو فيلم جميل، والاداء التمثيلي كان حلو جدا فيه، والاكشن اللي اتقدم كان جميل جدا. فيلم فعلا نحكي فيه كتير جدا، فيلم حلو جدا ويستاهل المشاهده.
ونروح للمركز الأول. الفيلم العالمي والمظلوم إعلاميا وتجاريا. حقيقي فعلا الفيلم ده كلمة مظلوم قليلة، فيلم تقيل قوي وشايفه مش واخد حقه خالص صراحة، رغم إن في ناس كتير جدا أشادت بيه، بس الفيلم يستحق أكتر من كده بكتير جدا كمان. فيلم تراب الماس بتدور الأحداث حول شاب شغال في صيدلية وبيعيش مع أبوه، وفي يوم من الأيام بيرجع بيلاقي أبوه مات في ظروف غامضة، ومع مرور الوقت بيكتشف أسرار كتير عن حياة أبوه بسبب المذكرة اللي سابها له. من افضل الافلام اللي نزل الفتره الاخيره بدون نقاش. يكفي ان اقول لك ان الفيلم من اخراج مروان حامد، لا منتظر ايه تاني، تاليف احمد مراد كمان، لا عظمه على عظمه، كقصه كاخراج كريتم كاداء تمثيلي، بالذات من محمد ممدوح واسر ياسين، عاملين الدور بطريقه جميله جدا. حتى الشخص اللي عامل دور ابو اسر ياسين انا مش متذكر اسمه صراحه، بس عامل الدور بطريقه جميله جدا، رغم ان دوره مش كبير او مش واخد تايم كبير في الفيلم، بس كان مؤثر ومقدمه بشكل حلو جدا. الاداء بتاع ماجد الكدواني يعني فعلا ده اداء ما يتنسيش، يمكن من احلى ادواره، الا يمكن احلى دور لماجد الكدواني في تاريخه اصلا. فيلم عظيم جدا كقصه اتقدمت، كريتم كاخراج كاداء تمثيلي، فعلا يستاهل المشاهده دي قليله عليه، من افضل الافلام اللي نزلت في تاريخ مصر اصلا بالنسبه لي. فحقيقي فعلا هو فيلم عظيم ويستاهل المشاهده ويستاهل المرتبه الاولى في 2018 عن جداره. ايه بس كده، ابدا حلقه المتابعه وسلام.